السلام عليكم. وعملنا النهارده شاورما جديده بالسماق، شاورما غير تقليديه. جبنا الفراخ وشرحناها زي ما حضراتكم شايفين كده، وعملناها بالعيش المحمص. العيش ده حمصناه في الفرن، وعملنا الطريقه سهله جدا، ونمشي مع خطوات الفيديو ازاي شرحنا الفراخ وازاي اشتغلنا. واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك، ونكمل الفيديو للاخر ونبدا الوصفه على بركه الله. السلام عليكم، يوم جديد وحلقه جديده من حلقات شيف منصور لطبخ اصول. وهنعمل النهارده شاورمه السماق، هنعملها بطريقه احترافيه وسهله جدا. والمقادير اللي معانا النهارده على بركه الله: معانا بصل، طماطم، فلفل احمر وفلفل اخضر، معانا شويه فراخ، والفراخ اتقطعت نفس الشاورما اللي على السيخ، مش هنقطعها احنا يا جماعه التقطيعه التقليديه جوليانيت، لا هنقطعها بالطريقه دي. التوابل اللي معانا هتنزل على الشاشه. وادي بطل الحلقه النهارده السماق. جبنا معلقه سماق ونزلناها في الميه الدافيه، وهتشوفوا النهارده السماق هنروح نازلين عليها على الفراخ كده. بصوا الموضوع عامل ازاي. السماق ده بيشيل زفاره الفراخ وبيشيل زفاره اي حاجه. وبعد كده هنتبل مع بعض الفراخ، والفراخ دي مغسوله كويس جدا جدا. وهتشوفوا يا جماعه الشاورما دي مش هتبطلوا تعملوها. بمكون سحري واحد بس قلبنا حال الشاورما، وناخدها مع العيش الكريسبي. شويه كمون بصاد، توابل فراخ، طبعا عندي بصل وده توم بودره، فلفل الاسمر الجميل اهو، الملح طبعا بتاعنا، وما نحطش بكثره عشان كل ده في توابل اهو. هندمج ده كله مع بعضيه اهو. طبعا ده العيش اللي هنقدمه مع الشاورما بتاعتنا الجميله. العيش طبعا اي عيش عندي، عيش ابيض، عيش بلدي بتاع بلدنا، اي عيش عندي محمص بفتحه كده عشان هاكله بالشاورما اللي احنا عملناها شاورما السماق. ادي السمنه بتاعتنا اهي. ده بقى يتاكل بيه الشاورما يا جماعه، هتشوفوه بسم الله ما شاء الله، حاجه تخطف العقل ومش هتبطلوا تعملوا. هو ده الجديد بقى، الشيف منصور بيحلل ايه؟ بيحلل الاكل. ندخله الفرن. الطاسه بتاعتنا تكون سخنه، ننزل بماده دهنيه بسيط، وهننزل بالفراخ الاول. سخنت الطاسه، زيت بسيط اهو، وننزل بالشاورما بتاعتنا بعد التتبيله القمر دي اهو. وبعد الفراخ ما دخلت على سوا كده وخلاص استوت، هننزل بالبصل بتاعنا اهو، عشان الفراخ تاخد البصل ويستووا مع بعضيها وتاخد ريحه البصل الجميله. نزلنا بالبصل، بعد كده ننزل بالفلفل بتاعنا بعد ما البصل كرمل اهو. الفلفل ده يا جماعه حامي على بارد، وبصوا الوصفه قسما بالله قلبه ريحه الدنيا والاستوديو قلبه ريحه. الفلفل خلاص خد وده معانا اهو. ننزل بقى بالقمر بتاعنا الطماطم اهو. بسم الله بسم الله بسم الله. حبيبي يا رسول الله، الف هنا وشفا اللي هياكل يا جماعه اهو. سنة بقى زيت كده من الجناب عشان كله معمول على الجاف اهو، بسيط قوي. الفلفل الاصفر بتاعنا القمر اهو. حبيبي يا رسول الله. لا ما شاء الله. الفلفل الاسمر الجميل اهو. توابل الشاورما او توابل الفراخ اهو. الملح بركه البيت اهو اهو. متفل اهو.
كده الوصفه بتاعتنا بالهنا والشفا، وننتظر مع بعض العيش في الفرن والغرب على بركه الله. وده شكل العيش اللي طلع يا حضرات معانا اهو، اللي هناكل بيه الشاورما بتاعتنا النهارده اهو. حاجه بيه، وممكن نعمله بقى نشرب بيه شوربه العدس، ونعمل اي حاجه. اي عيش عندنا قديم ما نرميهش يا جماعه ولا نوديه في اي حته، نحمصه زي ما انا عملته كده ويتشال في كيس، ولو جبنا كشري ناكله بيه. اي حاجه ما عنديش مشكله هتاكلوا بيه العيش. بسم الله ما شاء الله، مفيش حاجه في المطبخ اسمها تترمي او مش عايزه. الشاورما كده في النص بسم الله اهو. بسم الله ما شاء الله. دي كانت وصفة الشاورمة السماق بتاعتنا بالعيش المحمص، وقطعنا الشاورما شرائح زي ما انتم شايفين، ونزلنا بالشاورما وبعد كده البصل والفلفل والطماطم وغرفناها بالطريقة الجميلة دي. والعيش اللي عندنا 3 ترغيفة كده حمصناهم بالزبدة في الفرن وقطعناهم بالطريقة دي. ودي كانت وصفة سهلة جدا، ودي وصفة تكفي لحد 5 أفراد. ودمتم في أمان الله، واستسمحكم اللي ما اشتركش في القناة يشترك ونعمل لايك عشان يوصل أكبر عدد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.